الغزالات ديالي اليوم جيت نشارك معكم هاد الكيكه اللي طلبتوني عليها، كتجي كتحمق وداعا للفران اللي ما كتصدقش ليا الكيكه بالفران، درت لكم في المقله مجغجغه بالشكلاط كتحمق. يلا تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. في واحد البول خديت 2 بيضات بحراره المطبخ، واحد القبيصه ديال الملحه، كاس مع عمر ديال السكر سنيده دائما بعبار العنبه، ونص كاس ديال الزيت النباتي كنخلطو مزيان. من بعد خديت واحد الكاس دافي، زدت عليه معلقه كبيره ديال نيسكويت كتعطي واحد المذاق رائع. اللي ما عندوش نيسكوي ولا الحليب يعوض بواحد الماء، كاس ديال الماء دافي، معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، وواحد الفانيا. حركوا ليا مزيان، ومن بعد جيبوا لي الكاس ديال العنبه وديروا فيه واحد نص كاس ديال الكاكاو المر، وكاس ونص ديال الطحين. كنتمنى يكون واضح. ومن بعد كنغربلو، ضروري ما نغربلو يعني النواشف ديالنا. من بعد كنزيد واحد الخماره من وزن 8 غرام، وتا هي كنزيد عليها واحد المعلقه صغيره ديال الخل. من بعد كنشد واحد المقله كندهنها مزيان بالزبده والطحين، من احسن دهنوا بالكاكاو البنات. انا شوفوا البنات خديت واحد الغلاقه درتها هنا، سديت ليها هذيك النفس ما خاصهاش تنفش، وخديت المقله الثقيله وخليتها حتى سخنات المقله، عاد نقصت العافيه 25 دقيقه كتوجد لنا يعني الكيكه ديالنا. انا هنا قلبت بعد 20 دقيقه ما طابتش، من بعد حتى 5 دقائق، يعني المجموع 25 دقيقه. شوفوا كتجي الكيكه تتحمق وسهله. من بعد قلبتها هانتوما، راه حيدت ليا بسهوله. خديت واحد الكاس ونص ديال الحليب دافي، زدت عليهم هكا 2 قطع ديال الشوكولا، وزدت عليهم واحد المعلقه كبيره ديال هكاك ديال الشوكولا ديال الدهن. هانتوما ولادي هنا بغاو يحماقوا عليها. كتشدوها كتقوها بحال هكا عادي، يعني كتخويو فيها داك الخليط ديال الشوكولا وكتخليوها حتى ترتاح، كتجي كتحمق. غير جربوها. درت دهنتها يعني غير بالكوك. هاد الكيكه البنات سهله سهله وكتجي مجغجغه، لعشاق الشوكولات راه كتحمق وسهله بزاف، كتوجد فرمشه العين. كنتمنىكم تكثروا ليا من حركه اكسبلور وتبارطاجيوها مع الاهل والاحباب ديالكم. وهو ادم غادي يذوقها وغادي يقول لكم كيفاش الشكل ديالها. غير جربوها البنات، راه كتجي زوينه زوينه بزاف وسهله. واللي ما كتصدقش ليا الكيكه ديالكم كنبغيكم بزاف، جربوها على حسابي. السلام عليكم.